السلام عليكم اخوان، رجعنا لكم فيديو جديد في قناة أسرة عبدو. اليوم ان شاء الله نتكلموا على اهم 6 عوامل لنجاح مشروع تربية الدجاج، سواء بغيتي البيض ولا اللحم اللي يكونوا من الدار ولا كمشروع او ولاعة. ففي هذا الفيديو ان شاء الله انا نعطيكم اهم الاسباب الى تبعتيهم ان شاء الله تنجح في المشروع ديالك وتمشي بعيد في هذا المجال، وغادي تتفادى بزاف ديال الامراض والوفيات ان شاء الله. اول عامل في نجاح تربية الدجاج هو العنبر او المسكن الدجاج، والشروط الاساسيه الاخوه اللي كيخص ضروري تكون موفر المسكن. مسكن الدجاج يكون قادر يحمي الدجاج من الشمس والحراره في فصل الصيف، ويحميهم من البرد والشتاء في فصل الشتاء، وما يكونش فيه تيارات هوائيه. خاص السجنه تكون مغطيه بواحد الطريقه اللي ما يدخلش الكولوندير. العامل الثاني هو العلف، خاص تركز على العلف الطبيعي مثل الحبوب والعلف المركبه. لا بغيتو الاخوان ندير لكم شي فيديو يكون متخصص نتكلموا فيه على العلف فمرحبا، كتبوا لي في كومونتيرات وفي الفيديو الجاي ان شاء الله غنتكلموا عليه. نرجعوا للموضوع ديالنا. العامل الثالث هو عامل ديال الادويه، خاص ضروري يكون عندك الادويه، واهم الادويه منهم هو مضاد السموم اللي تنعطيو للدجاج مره في الاسبوع او 2 مرات، يعني يومين في 15 يوم. ومن كنبدلو العلف خاص نعطيو للدجاج ديالنا مضاد السموم نهار قبل ما نعطيهم العلف الجديد، ويومين ورا ما نعطيهم العلف. يعني كيخص نعطيهم طريقة ديال 3 ايام ديال مضاد السموم. العامل الرابع وهي النظافة، نظافة المسكن والنظافة ديال العلافات والشرابات. يعني خاص المسكن ديال الدجاج ديما يكون نقي، ونقيه مرة في الأسبوع، وترش جافيل مع الماء بجميع القناة ديال المسكن، وتغسل الشرابات والوكالات على الأقل مرة في الأسبوع. النظافة راه هي العامل الرئيسي في صحة الدجاج. العامل الخامس هو مراقبة ديال القطيع، يعني خاص تبقى تراقب الدجاج ديالك فوقش ما دخلتي تعطيهم الماكلة، تبقى تلاحظ شكون هي الدجاجة اللي ما كتاكلش واللي فاقدة النشاط ديالها، وتعزلها تحدد المرض ديالها، وحتى تبان ليك مزيانة ورجعت بالنشاط ديالها عادي يمكن لك ترجعها للسجنة. هكا تكون حميتي الدجاج ديالك الاخر من انتشار الامراض. العامل السادس والأخير الإخوان أنك تكون من محبين الدجاج، يعني كيعجبك تولع في الدجاج، وتكون من محبين تربية الحيوانات، تكون من محبين ديال الدجاج وكيعجبك تولع فيه، راه غادي تمشي بعيد إن شاء الله. علاش انت ماشي بحال شي واحد داخل على ودة الفلوس، يعني غادي يموت لك الدجاج، غادي تقول صافي ما مشروع ما والو، يعني صافي حيد عليه. الا كنتي من المحبين غتقلب وتبحث اكثر حتى تتعلم ان شاء الله. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم اخوان. كنبغي نشكر اي واحد بقى حتى لهاد اللحظه، وما تنساوش الاخوان شي لايك وكومونتير ومتابعه باش يوصلكم الجديد ان شاء الله ان شاء الله.